واخيرا ايوب بوعدي حسم القرار ديالو هو تمثيل المنتخب المغربي، وهذا القرار جاء بعد مباراة ليل وموناكو. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شكون هو ايوب بوعدي، وعلى الموهبة اللي كيتوفر عليها ايوب والمسار ديالو، واشنو السر في اصرار الجامعة المغربي في اقناع اللاعب بوعدي. قبل ما نبداو ما تنساش تشترك معنا في القناة الا كنتي جديد. بغينا هذا الفيديو نوصلوا 1000 لايك. نبداو على بركة الله. أيوب بوعدي تزاد يوم 2 أكتوبر سنة 2007 في مدينة سيناليس بفرنسا، من أب وأم مغربيين. حب كرة القدم كان واضح عليه منذ الصغر، لذلك العائلة ديالو قررت تدخله نادي اف سي كاريل، والعمر ديالو 5 سنوات فقط. خدا تجربة طويلة في هذا الفريق، تما فين تعلم أبجديات كرة القدم وبدا يفهم أكثر اللعبة، وموهبته كانت ظاهرة لكل مكونات النادي. وتدرج في العديد من الفئات السنية في النادي، وكانت ظاهرة البصمة ديالو في العديد من المناسبات، لأنه شافوا فيه كيمتلك مقومات اللاعبين الكبار وغادي يستافدوا منه ماديا. وهذا الشيء خلاه يكون من أهم اللاعبين في الأكاديمية، اللي دوز معهم فترة طويلة في التكوين من عام 2012 حتى العام 2021. كان واضح أنه غادي يتلقى العديد من العروض نظرا للموهبة اللي كان كيتوفر عليها والتطور السريع. وقدر نادي ليل يخطف الموهبة أيوب بوعدي في صيف 2021. نسينا أول عقد احترافي ليه، وكمل التكوين ديالو في نادي ليل في جميع الفئات السنية. كل فئة كيمر منها أيوب كيخلي البصمة الواضحة، سواء من ناحية التحكم في الكرة والرؤية التكتيكية، ولا من ناحية الشخصية والقدرة على فرض الحضور ديالو في المباريات. ودائما كانوا كيتنبؤوا ليه بمستقبل كبير نظرا للمستوى اللي كيقدمه. هو في سن صغير بزاف، وكانت باينه الموهبه ديالو للجميع، وهذا الشيء خلاه يلفت الانظار. في النادي اللي قرر يصعدوا الفئات اقل من 19 سنه، هو العمر ديالو 15 سنه فقط. يقدر يشارك في 13 ماتش، بين فيها على الجوده التقنيه والتكتيكيه والموهبه العاليه اللي كيمتالو. وقرر النادي يسيني معاه اول عقد احترافي سنه 2027، وقدر يشارك مع الفريق الرديف في موسم 2023-2024. فين قدر يشارك في أول مباراة له رسمية يوم 4 سبتمبر مع الفريق الرديف. وقرر النادي يصعدوا الفريق الأول، فين استدعى المدرب باولو فونيسك لأول مباراة له رسمية في المؤتمر الأوروبي، ودخل كأساسي ولعب 90 دقيقة. فين أكد المدرب أن أيوب بوعدي عنده موهبة ماشي عادية، هو مازال في سن صغير، وهذا الشيء دال على النضج التكتيكي العالي للاعب. وبعد أسابيع قليلة قدر يلعب أيوب بوعدي أول مباراة رسمية ليه في الدوري الفرنسي ضد مونبولي، وقدم أداء جيد قبل ما يخرج بالبطاقة الحمراء في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول. وساعد الفريق ديالو في المؤتمر الأوروبي من بعد ما تأهلوا الربع النهائي. فين قدم تمريرة حاسمة وحطم أرقام قياسية، فين أصبح أصغر لاعب كيشارك في المسابقات الأوروبية وكذلك مع نادي ليل الفرنسي. هذا الشيء كيدل على الجودة التقنية ديالو والانضباط التكتيكي والذكاء الكروي، الشيء اللي كيخليه جاهز لأي تحدي. وفي موسم 2024-2025 الكل غادي يتعرف على الموهبة أيوب بوعدي والإمكانيات الرهيبة اللي كيمتلك من بعد ما تاب فيه المدرب بروتو بينيسيو، واللي استدعاه في قائمة المباريات. وهذا دال على أن اللاعب تطور بشكل سريع، ولات عنده مهارة في التحكم العالي في الكرة والرزانة تحت الضغط والقدرة على اللعب في المساحات الضيقة. لاعب كيعرف يجمع بين الدفاع والهجوم، كينظم اللعب وكيعطي الحلول في الخروج بالكرة. تقنيا هو اساس اي منظومه ناجحه، وقدر يشارك مع الفريق وقدم مستويات جيده لا في الدوري الفرنسي ولا في دوري ابطال اوروبا. هذا الشيء دال على العمل الكبير اللي كيدير بوعد، لا من ناحيه الانضباط التكتيكي والحريه في الابداع. وهذا الشيء كيخلي المدرب يثق فيه. هو مازال في سن صغير، وقدر يشارك ضد الريال مدريد ولعب 90 دقيقه وقدم مستوى عالي، واحتفل بعيد ميلاده فين كمل 17 سنه. حاجه ماشي سهله، لاعب صغير في السن قدم مباريات كبيره ضد الريال، كيبين على الموهبه اللي كيمتلك بوعدي، سواء في تنظيم اللعب، بناء الهجمات، الضغط على الخصم، او خلق فرص هجوميه. وكيبقى دائما حاضر في اللحظات الصعبه باش يحسم الامر لمصلحه الفريق. المستوى ديالو كان باين في كل مباراة، سواء من خلال التحكم في الكرة أو الرؤية التكتيكية في اتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط. وهذا الشيء كيعطيه القدرة على ربط الخطوط بين الدفاع والهجوم. ومن ورا الماتش ديال الريال خرجوا بزاف ديال الصحف ولقبوه بلوكا مودريتش، وترفعت قيمته السوقيه ل 10 مليون يورو، وصبح سابع اغلى لاعب في العالم اللي من مواليد 2007.
وفي موسم 2025-2026 أيوب واصل التألق ديالو مع نادي ليل ولا ركيزة أساسية في الفريق ولعب 28 مباراة. هذا كيدل على أن اللاعب مجتهد وكيتيق فيه المدرب. معدل 2203 دقيقة وعطى مساهمة وحيدة مع الفريق والتقييم ديالو هو 6.69 حسب سوفت سكور. وبالنسبة للبروفيل ديال بوعدي لاعب رقم 8 بوكس تو بوكس حقيقي يجمع بين الجانب الدفاعي والهجومي بطريقة متوازنة. كيمتلك قدم يمنى ممتازة، دقيقة التمريرات والقدرة على تكسير الخطوط، وهذا الشيء كيبان خصوصا في بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف تحت الضغط. وكيعرف يختار القرار الصحيح في الوقت المناسب. بدنيا قوي في الالتحامات، كيربح بزاف ديال الصراعات الثنائيه، ممتاز في احتكاك الكره سواء بالضغط المباشر او التمركز الدفاعي. وبالنسبه للمسار ديال ايوب بوحدي، مثل المنتخب الفرنسي في الفئات السنيه وشارك مع المنتخب الفرنسي الاقل من 20 سنه ضد المنتخب المغربي. اما بالنسبه لاي لاعب قرر يمثل المنتخب الفئات السنيه، هذا الشيء ما كيعنيش انه قرار نهائي، وهذا الشيء وقع مع العديد من الاسماء. وما نساوش دور الجامعه في اقناع اللاعب في تمثيل المنتخب المغربي، وهذا راجع للموهبه اللي كيتوفر عليها ايوب. وكانت ليه زياره خاصه من وليد الركراكي للاعب ايوب بوعدي، وقال ان اللاعب مازال ما خداش القرار النهائي. في اخر مستجدات اللاعب كان خرج حوار ديالو مع احد القنوات الفرنسيه، وقال ان القرار ديالو غادي يجي بشكل طبيعي على حسب القول ديالو. ومع اقتراب كأس العالم بدا كيبداو الاسم ايوب بوعدي، وحسب العديد من الصحف ان قرار بوعدي غادي يكون بعد مباراة موناكو ليل. والحمد لله جاء الحسم اختيار ايوب بوعدي حمل قميص المنتخب المغربي، وهذا راجع ان اسم اللاعب ضمن اللائحة الأولية للمنتخب، وغادي يكون إضافة نوعية للخط الوسط نظرا للإمكانيات الكبيرة اللي كيتوفر عليها أيوب بوعدي. وهذا الشيء غادي يخلي واحد التنافسية في وسط الميدان في ظل تواجد عناصر جيدة ما هو إلا ربح للمنتخب المغربي. وحنا مقبلين على واحد التظاهرة هي كأس العالم، لآخر نسخة حققنا المركز الرابع، وهذا الشيء ماشي سهل، وكنتمناو نمشيو إلى أبعد نقطة في كأس العالم 2026. إلا وصلتي حتى لهنا ما عليك غير تشارك معنا في القناة وتخلي شي تعليق زوين.